علاقتي بالشيخ الشعراوي علاقة عميقة. إمام ومفسر للقرآن الكريم وداعية. أنا أجريت معاه حوار طويل. لابد أن أعترف أن أنا أخطأت في شيء، شهوة صحفية صغيرة يمكن وعية علشانه، يمكن أرهقه. وبعد ما خلصنا الحوار قال لي أستاذ مفيد، أنا عاوز أهديك الذرة دي، الكوز $1. الذرة دي أمريكاني، هتنبسط جدا انت لما هتاكلها. فأنا بدأت آكل كوز الذرة السخن وانبسطت منه جدا. لكن في تلك الفترة فكري الصحفي خلتني أحط البرواز ذرة $1، فغضب مني غضبا شديدا. قد أغضبه هذا بشدة، عبر عن غضبه انه قال الحكاية دي دخيلة علينا. وانا لاحترامي للشيخ الشعراوي الشريط كان فيه هذا الحوار الصغير. لم أشأ إذاعة الشريط. رحت له صالحته تماما، وصالحته رحت له واستعنت بالدكتور علي السمان وهو قريب منه وقبل وقال لي هعتبر ده من الشقاوات، شقاوة صحفي. نعم. الشيخ الشعراوي شفته ازاي؟ شفته أنه أرض خصبة لما جاء بعد ذلك، يعني خصب الأرض. نعم. وشفته وراء حجاب الكثير من الفنانات. اعتبرته مسألة شخصية ولم أشأ أن أدخل في هذا الموضوع، ولا ينبغي الدخول فيها ولا اللغواصة فيها. تعبير الدقيق المصري ارتداء الحجاب، هذا قرار شخصي لبعض الفنانات.